هلا يعني بدي احكيك عن الارجنتين قبل ما احكيك عن ايطاليا. بس انت على ايطاليا فكرت مفاجاه معنا. كيف شفت الارجنتين لحديث هلا امبارح بالفوز الثالث على التوالي؟ شايف الارجنتين يعني قدرت تروح لبعيد؟ انا الصراحه شايف المنتخب الارجنتيني كنتوا عم تحكوا انا سمعكم من الاول انه الدفاع الارجنتيني، انا برايي يمكن الارجنتين حتى لو سجل عليها هدف قادره تجيب 4 و5 اهداف، فالهجوم اليوم عم بيكون كافي. شغله ثانيه عم نشوف روح عند الفريق الارجنتيني عم تكون كثير عاليه، يعني اذا بتلاحظ يمكن اذا بنعطي مثال بين الفرق بين ايطاليا وقت ما سجل هدف زي كوينتا من ضربه جزاء، يمكن لاعبين او ثلاثه عزموا حالهم ليحتفلوا معه، بينما الفريق الارجنتيني عم تشوف متكاتف. مارادونا يلي عم يخلق جو من الالفه بين اللعيبه، فهذا بفتكر مروان لاعب كره قدم موهوب بالمناسبه. مروان يعني كان لي الشرف انا التقي فيه وبيعرف هذه الامور قديش هي يعني لازم تكون موجوده بين اي مجموعه، وخاصه اذا عم تلعب انت بكاس العالم. نعم. كابتن محمد، انت علقت فيه على مباريات مروان وهو عم يلعب؟ يعني صراحة عليك أنا مروان من الناس يعني من اللاعبين اللي سعيت فيهم يمكن بلبنان وهيك شاهدتهم يمكن بوجه وعلقت له لمروان، من الناس اللي أنا أعجبت فيهم بأدائهم. أنا بتمنى له التوفيق لمروان مع فريقه وحتى مع فريق الارجنتين لانه هو عم بقول بشجع الارجنتين. كمان سامي انا بس بدي اقول بسرعه استغل الوقت انه اول شيء هارد لك لجنوب افريقيا الدوله المستضيفه اللي عم بتغادر من الدور الاول لاول مره من 80 سنه وانطلاق اول بطوله بالعام 1939. مظبوط. الارجنتين عم بيكون فريق قوي. ثاني شيء عم نقول التمرد يلي عم بيصير مع المنتخب الفرنسي عدوى عم تنتقل للمنتخب الانجليزي بتمرد ايضا بصفوف فريق كابيلو بسبب جوكول عم يطالبوا بانه يلعب. ما بعرف الامور عم تصير. انا برايي الشخصي يعني المفروض اللاعبين يحترموا اراء المدربين. صحيح. كابتن محمد، يمثلوا البلاد. نعم. باختصار شديد لو سمحت، المانيا غانا اليوم، شو بتشوف بهالمباراة ومين بده يتأهل؟ باختصار. كابتن سامي انا بس بصراحه اتمنى من كل قلبي تتاهل المانيا، بس انا صراحه كرمال مين؟ يعني كرمال مين بدك المانيا تتأهل؟ كرمالك اكيد وكرمال الجمهور الالماني، بس انا بس بدي اقول لك شغله ان اليوم نحن بالنسبه للبنان عم نحس حالنا انه نحن موجودين مش بلبنان بجنوب افريقيا، خاصه بعد المباريات. يعني انا بتمنى يمكن عندي تمني شخصي على الناس انه في هناك عالم عندها شغل ثاني يوم ما بيعنيها هذا الامر اللي عم بيصير. نعم. فبتمنى انه تصير احتفالات بمكان انه ما نزعج الاخرين. انا بتمنى اليوم اكيد اليوم في احتفال، لانه في حال فاتت المانيا الالمان رح ينزلوا، في حال خسرت شو الغنية بدي لك رح ينزل البرازيليين ممكن ينزلوا التدريج. فانا كمان بدي استغل الفرصه بهذا الموضوع، اتمنى توفيق للمنتخب الالماني. وبدي اقول لك شغله، انا اتذكر كلامي اليوم لاعب اسمه توني كروس، هذا من طينه ميسي، ان شاء الله المنتخب الالماني يقدر يستعيد الالماني يستعيد فيه. فكمان قبل ما نختم سامي معك بدي اتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري محمد الصحراء. نعم. كلنا معهم اليوم، قلوبنا كلنا مع المنتخب الجزائري، وان شاء الله بيفرجنا لانه حالنا بقى يعني نحن كعرب ان شاء الله خير. متفرجين. كابتن محمد، بدي اشكرك كثير انا على المداخله. جماعه الجزائر رح يكون كان لي لقاء معك نظرا لتصريحاتك الناريه والحلقه اللي يعني عن جد لقيت اصداء كثير منيحه، وهذا اليوم تجيني اتصالات عن الحلقه اللي كنت فيها معنا. بدي اشكرك كثير كابتن محمد، وبنشوفك جماعه الجزائر باذن الله.